أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح الصهر. الصهر لغويا مصطلح مشتق من الفعل صهر بمعنى أذاب، أي صير الجسم الصلب الجامد إلى سائل بفعل الحرارة كعملية صهر الحديد مثلا. وأما اصطلاحيا فإن القائد عبد الله أوجلان يعرفه بأنه خيانة لقيم الهوية الاجتماعية، فالهدف الأول لسياسة الصهر هو الإذابة الثقافية بتعبيرها العام، وتهميش اللغة الأم التي تعد الوسيلة الأساسية المستخدمة في الذهنية، وتفعيل اللغة الحاكمة عوضا عنها، وذلك بغرض تجريد الطرف المقابل القابع تحت نير الهيمنة من كافة قدراته في المقاومة والصمود. ولا يطبق الصهر في مجال اللغة وحسب، بل ويطبق في جميع المؤسسات الاجتماعية، ويشمل جميع مجالات الحياة المادية والروحية والذهنية بشكل خاص. فالصهر عملية تخرج الفرد والمجتمع من ذاته، فيصبح عبدا مطيعا بلا حول ولا قوة. فكلما تعرضت مؤسسات الأقليات والفئات المغلوبة الأخرى للصهر بما يتوافق مع مؤسسات الهيمنة، كلما أخرج الفرد والمجتمع من كونه ذاته. وأخطر أشكال الصهر هو الصهر الفكري والثقافي، وقد وصفه القائد عبد الله أوجلان بالكارثة الكبرى، حيث قال في مرافعته الدفاع عن الشعب أن أكبر كارثة على المجتمع هي أنه لا يستطيع أن يرى ويخطط لمستقبله. وفي مرافعته القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية عرفه بقتل المثقفين. ولقد رأى القائد عبد الله أوجلان أن الصهر شكل من أشكال الإبادة الجماعية، فهو يمثل الإبادة الجماعية العقلية التي تعد أخطر من الإبادة الجماعية الجسدية. ففي هذه الحال يكون المجتمع منفتحا على الاستغلال والسلطة. ويعرف القائد عبد الله أوجلان الصهر بشكل واسع في مرافعته القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية، وتحت عنوان الإطار الاصطلاحي والنظري قائلا: ويعبر الصهر عن العلاقة أو الممارسة أحادية الجانب التي تلجأ إليها احتكارات السلطة ورأس المال في مجتمعات المدنية، وتطبقها على المجموعات الاجتماعية التي أخضعتها لنير العبودية بغرض اختزالها إلى امتدادا لها أو ملحقا بها. إن الأمر الأساسي في الصهر هو تكوين العبيد بأقل التكاليف من أجل تفعيل آلية السلطة والاستغلال. فالمجموعات المنصهرة التي جزئت هويتها الذاتية وكسرت شوكة مقاومتها تغدو حشدا من العبيد الأنسب للخدمة النخبة الحاكمة. والوظيفة الأساسية للعبد المصهور هنا هو التشبه المطلق بسيده ومحاكته إياه، وإثبات الذات ببذل شتى أنواع الجهود في سبيل التحول إلى ملحق وامتداد له، وتأمين مكان لذاته داخل النظام بناء على ذلك. ولا خيار أمامه إطلاقا، فالخيار الوحيد المعروض للتمكين من العيش هو التخلي لحظة قبل الأخرى عن هويته المجتمعية القديمة، وتكييف ذاته بأفضل الأشكال مع ثقافة أسياده. لذا المجتمع المار من الصهر يتألف من مشروع أناس عديمي الضمير والخلق والذهنية، ويتبارون ليكونوا الأكثر إطاعة وخنوعا وعملا وخدمة. وما من قرار يتخذه هؤلاء أو ممارسة يقومون بها بحرية، بل فرضت عليهم خيانة كافة قيم هويتهم المجتمعية، واختزلوا إلى حيوانات بهيئة بشر لا هم لهم سوى إشباع بطونهم. هذا وتستخدم النخبة الحاكمة سلاحين أساسيين لفرض اللاهوية على المجتمع المصهور. الأولى منها العنف الجسدي المحض، أي التلويح بسيف الإبادة والهلاك لدى أبسط تمرد أو انتفاضة. وأما الثانية تركهم للمجاعة والبطالة، وتطبق هذه الطريقة في حال تم التشبث بالهوية والثقافة، وإذ لم تصبح خادما على النحو الذي يشاءه سيدك، فأما أن يذهب رأسك أو تبقى جائعا.
الآلية الأساسية التي طورتها النخبة الحاكمة في سبيل ذلك هي سد جميع طرق التطور البنيوي والعقلي والثقافي كي لا يتمكن المهتمون بكل ما هو معني بالثقافة المصهورة أيا كانوا من إيجاد أي فرصة للعيش في المجتمع الأساسي، ومهما كانت درجة المهارة لدى الشخصية أو المجموعة أو المؤسسة التي تعقد العلاقات مع الثقافة المصهورة وترمي إلى إحيائها، فإن جميع أبواب الدولة تؤصد في وجهها، كما تتخذ مختلف التدابير لطردها من ميدان المجتمع الخارج عن إطار الدولة، سواء بالأساليب السرية أم العلنية، المرنة أم القاسية. بل وقد يتعرض وجودهم الجسدي أيضا للخطر في حال إصرارهم على خطاهم، فأما أن تنخرط بين صفوف مجتمع الدولة القومية المهيمنة والصاهرة، أو أن تغير أساليبها بحثا عن الخلاص في الشخصية المتصدية والتنظيم المقاوم بفعالية. وثمة عدد لا يحصى في هذا المضمار ضمن جميع كيانات الدولة القومية للحداثة الرأسمالية. لا تطبق هذه الآليات المذكورة على المجموعات الأثنية والشعوب المسحوقة فحسب، بل أن المجموعات الأثنية المختلفة والطبقات المسحوقة من الأمة التي تنتمي إليها النخبة الحاكمة أيضا ينالها نصيبها من الصهر، وتبقى وجها لوجه أمام فقدان لهجاتها الأثنية وقيمها الثقافية الصامدة حرة. من هنا نستنتج أن النمطية التي تسعى إليها كيانات الدولة القومية للحداثة الرأسمالية تفضي إلى مسح الأثنيات والمجازر والصهر والذوبان، وإلى الخروج من الذات. وهذه السياسة متفشية بكثرة في الظاهرة الكردية، فالشعب الكردي يشكل مثالا صارخا في هذا السياق، كونه الضحية الأكبر للصهر في الشرق الأوسط. فالإصرار على الهوية الكردية يعني تحمل سياق يبدأ بالتخبط في البطالة ويصل إلى حد التطهير العرقي والإبادة. إلى هنا نصل لنهاية مصطلحنا لهذا الأسبوع، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.